أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الكونين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطاهرين إلى يوم الدين، ثم أما بعد. استئذانا من أسيادنا، الجمع والكلام والذكر كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بركة. انك تتكلم عنه، او انك تذكر سيرته، او انك تصلي عليه، او انك تقرأ احاديثه، او تتذاكر او تعلم او تتعلم سيرته، كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نفحات وفيه بركات. ولذلك تحقيق المقولة واعلموا ان فيكم رسولا، مش كده؟ فيكم يعني ايه؟ خلي بالك، واعلموا ان فيكم رسول الله. انت فعلا فيك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد فينا فيه قدر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب وقارك واحترامك ومحبتك لسيدنا النبي صلى عليه. يبقى انت فيك حضرة النبي. لما يتذكر عندك حضرة النبي وتتخيل انه واقف قدامك، لما يجي القرآن يتكلم يا أيها النبي اتق الله، القرآن لما يجي يتكلم لك يا أيها النبي وانت بتقرأ الآية، تخيل أنك تنادي على رسول الله ليجيبك النبي لبيك. أنا هو عايز إيه؟ يبقى أنت بتتكلم مع حضرة النبي كأنه متواجد. إياك أن تظن أن النبي قد فنى أو أن النبي لا وجود له. لا، النبي صلى الله عليه وسلم باق في قبره، باق في قبر. تعرض عليه ايه؟ اعمالكم، ولا تعرض الاعمال على ميت. انا افضل كلمة ينتقل عن كلمة ايه؟ ميت. ولا تعرض الاعمال على ميت، ولا يلقى السلام على ميت، ولا يصلى على ميت. خلي بالك، ولذلك يرد الله عليه روحا ليرد عليك الايه؟ عليك السلام. ولذلك انت ما تيجي تتكلم عن حضرة النبي وتحقيق الآية، في كل تصرفاتك حط بين عينيك حضرة النبي، بين عينيك، في البيع، في الشراء، في الكلام، في الأخذ، في العطاء، في المعاملة، في المعاشرة، في المصاحبة، في الذهاب والإياب، في الاستيقاظ وفي النوم. اعلم أن فيك ايه؟ فيك رسول الله. لو انت حسيت انك بتشتغل بمزاجك وبكيفك بعيد عن سنة حضرة النبي، يبقى انت تباعدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا عندي طريقتين، الاثنين مترابطين ومتماسكتين، اللي هم ايه؟ ان الله تبارك وتعالى لابد وان تكون معه معية. اما النبي صلى الله عليه وسلم لابد وان يكون فيه وجود، وهو معكم اينما ايه كنتم. ربنا معك في كل لحظة. انت بقى تعاملت على هذا الاساس، خفت ربنا لما جيت تبص يمين او شمال. انت خفت من ربنا عند ملاقاته، عند اشتعال الغضب والنرفزة والزعل، وكظمت غيظك لله. انت فيك حضرة النبي لما جيت تتعامل مع جارك بالاحسان وتتحمل مضار واذاه. انت فيك حضرة النبي لما جيت تنفعل على زوجتك وافتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بحسن المعاشرة. هنا في كل لحظة من لحظات حياتك، وكل تصرف من تصرفاتك، وكل نفس من انفاسك، لما تلاقي في حاجة بتلجمك وترجعك، اعرف ان اللي يلجمك واللي يرجعك ده هو مين؟ قال الله وقال ايه؟ يبقى هنا تعرف واعلموا ان فيكم. اوعى تفارق حضرة النبي، اوعى تفارق، مش بالكلام ولا بالذكر المنقطع، لا، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم حياته خير لك وانتقاله خير لك، لابد وان تحقق هذه الخيرية. هذه الخيرية ان ترد الفضل الى اهله، ان ترد ايه؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى، مش كده؟ قال لا ارضى وواحد من امتي في الايه؟ يبقى قاعد علشانك عشان يطلع اخر مذنب من جهنم والعياذ بالله. اللهم اعذنا بها يا رب العالمين، اللهم اعذنا منها يا رب العالمين. ولذلك انا بقول لك حقق معية الله تبارك وتعالى وهو معكم اينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو ايه؟
رابعهم ولا خمسة إلا هو ايه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ايه. يبقى أنا بتكلم اهو، دي المعية. الموجود فيك ايه بقى؟ حضرة النبي صلى الله عليه، وقدر حضرة النبي في قلبك على قدر ذكرك له وافتكارك له ومعايشتك له وحياتك معاه. في الاخر بيقول له ايه؟ اجعل صلاتي كلها ايه عليه وقتي. ولذلك ما هي الصلاة على حضرة النبي ذكر لله تبارك وتعالى قبل ان تكون صلاة. ليه؟ درجات الصلاة زي ما السيد قالوا لنا: صلاة العباد وصلاة الملائكة وصلاة الذات او صلاة رب الارباب، ان الله وايه، مش كده؟ ولذلك انت لما تؤمر بالصلاة على حضرة النبي الامر الوحيد في الشريعة الذي يرد الى امره، ربنا قال لك صلي، فتقول له ايه؟ اللهم ايه. ليه؟ لان صلاة الله اعلى الصلوات على رسول الله. يبقى ذيك اللهم ذيك صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه وعلى أتباعه وعلى ذريته، مش كده؟ يبقى أنت على قدر محبتك، والمحب لمن يحب مطيعه، مش كده؟ والمحب لمن يحب ايه. والمحبة يا جماعة مش محبة المصدر بس، وكل ما يتعلق بالمصدر: آثار حضرة النبي، سيرة حضرة النبي، شعر حضرة النبي، ثياب حضرة النبي، توابع حضرة النبي من الآل ومن الأهل ومن الصحب ومن الزوجات، كلها دلائل على إثباتك لمحبة من؟ سيدنا النبي صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا مين؟ إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل اللهم على نبيك ومصطفاك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا رب وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا أسيادنا، كل سنة وانتم طيبين يا مشايخ.